ولو عايزيني استمر في الفيديوهات لو سمحتوا علقوا تعليقات يا جماعه، تعليقات. انا التعليقات هي همزه الوصل اللي بيني وبينكم، مش عشان حاجه فاهمه غلط. انا كان عندي 5 معتقدات كانوا يعني هيضيعوا لي مجهودي وتعبي في الصيام المتقطع. مع الخبره ومع الفهم انا عرفت ان المعتقدات دي غلط غلط غلط، اكس كبيره كده عليها وغلط، وهقولها لكم بالتفصيل جوه الفيديو. يلا بينا. اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن موضوع كده. بجد انا كنت داخله الصيام المتقطع بمفاهيم ومعتقدات غلط وصلحتها بالخبرة ولما خدت التجربة، ومش عايزاكم تقعوا فيها، وعايزة اللي وقع فيها بعد الفيديو ده يقول لي في الكومنتات هو فعلا وقع في الأخطاء دي ولا لا، أو كان عنده المعتقدات الغلط دي ولا لا. أول حاجة في المعتقدات الغلط هو إن أول وجبة لازم إن أنا أكلها بدري. طبعا كده يبقى أنا ما كنتش فاهمة الصيام المتقطع خالص. صيام متقطع متقطع يعني وقت صيام، وقت وجبة، وقت سناكس، وقت وجبة، وقت سناكس. فمتقطع يعني أنا بصوم 16 ساعة، بفطر، بقعد ساعتين برضو بدون أكل، بس ممكن حاجات خفيفة يعني سناكس خفيف أو مثلا مشروبات بدون سكر أو كده، وبعدين أكل، وبعدين ساعتين، وبعدين أكل، وبعدين ساعتين، وبعدين أكل. فالصيام المتقطع عايز زي ما قلت قبل كده فهم ووعي. فبدري ايه ومتأخر ايه بقى؟ مش فيش حاجة اسمها بدري ومتأخر، في حاجة اسمها مدة وفي حاجة اسمها وقت. دي أول حاجة. تاني حاجة ان انا كنت ماشية بقى ايه بالورقة والقلم. يعني لو ميعاد اول وجبة الساعة 4، لو اتأخرت شوية بره والساعة جيت 4 و5، خلاص كده انا الصيام المتقطع بتاعي باظ. لا يا جماعة، في مرونة، في مرونة. يعني في كده ايه نسبة من الخطأ. ممكن يبقى مثلا ساعة بتاع 5 دقايق، ربع ساعة، يعني أقصاها ربع ساعة. تأخيرات عادي، ترحيلات عادي. بدل ما بصوم 16 ساعة صمتهم 16 و5 دقايق، صمتهم 16 وربع، مفيش مشكلة خالص. في مرونة وفي تيسير، وده مش أمر جلل يعني إن هو يقلقني. فده معتقد غلط جدا. لو ميعاد الوجبة بتاعتك جت، اتفضلي حضرتك اعملي الوجبة، او لو اتأخرتي عنها شوية اتفضلي برضو حضرتك اعملي الوجبة بتاعتك واعملي اكلك وكلي وعادي جدا. تمام. المعتقد اللي بعد كده ان انا لازم اعمل اكل مخصوص للصيام المتقطع، ودي بقى انا اتكلمت فيها باستفاضة كبيرة جدا جدا في الفيديوهات اللي قبل كده، وقلت ان انا يا جماعة باكل من أكل البيت. يا جماعة أنا عملت أرخص دايت تتخيلوه. يا جماعة أنا ما كلفتش نفسي في الصيام المتقطع خالص وخسيت. الصيام المتقطع أهم حاجة تكوني فاهمة أنت هتاكلي إيه. أهم حاجة الأكل ده معمول إزاي. مش حكاية ان انا اجيب اكل مخصوص بقى واروح اجيب مشتريات وعطل نفسي على ما يجيلي فلوس، لان انا مش معيش ميزانية ان اعمل اكلات للصيام المتقطع. يا جماعة من اكل البيت، من رز البيت، من فراخ البيت، من لحمة البيت، من بيض البيت، من قريش البيت، من كله من البيت. معلش يعني فما فيش، ما عملتش لنفسي حاجة مخصوصة، لان انا اصلا ما كنتش هقدر ان انا اعمل حاجة مخصوصة في الصيام المتقطع. كل المخصوص اللي انا كنت بعمله طريقتي في الاكل، تنظيمه، مواعيدي، طريقة الطبخ ان هي تكون صحية الى حد كبير، وهكذا. ومش عيب ان البيت لو حتى البيت مش بياكل اكل صحي او مثلا مش عامل دايت، بس ياكلوا برضو اكل مفيد. ايه المشكلة؟ ولا تقولي لهم ولا حاجة، عشان الولاد ساعات لما تقولي لهم بقى ايه انا عامله لكم النهارده بقى شوية اكل صحي، مش هياكلوا، هيخافوا طعمه يكون وحش، هيخافوا يعني الكلمة نفسها هتقلقهم. فبلاش الحتة دي. فانت اعملي اكلك عادي زي اي ام عادية، او زي اي واحدة بتطبخ عادي جدا 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 جدا،
وتدخلي بقى على ايه، على الكميات بتاعتك. الكلام ده هو ده اللي هيفرقك عن اللي في البيت، لكن مش حاجه مكلفه ومش اكل مخصوص. المعتقد اللي بعد كده، من اول اسبوع زي ما حكيت لكم في الفيديو اللي فات، لما حسيت بهبوط وان انا مش قادره، وان انا قلت بس انا هفضل كده طول عمري بقى، يعني خلاص انا لو عملت صيام متقطع هيفضل عندي هبوط على طول. لا يا جماعه، انت مع الوقت ومع الاكل الكويس ومع الاكل المتوازن ومع الاكل المفيد مش هتحسي بهبوط خالص. هو الهبوط بس عشان ده شيء طارئ جديد على جسمك، والهبوط بتاع اول يوم غير تاني يوم غير تالت يوم غير رابع يوم وهكذا. فالهبوط ما تقلقوش منه خالص. الهبوط مش دايما، الهبوط في الاول بس، على ما تنظمي اكلاتك وعلى ما جسمك ياخد على الوضع وعلى كده، مش هياخد وقت كتير. تمام تمام. برضو من المعتقدات الغلط في الصيام المتقطع او في الرجيم، ان انا يعني ان انا ايه، اقطع نشويات خالص. ما تقطعيش حاجه، انا ما قطعتش حاجه. انا كنت باكل رز، اللي قطعته العيش والمكرونه. بكل امانه انا ما كنتش على مدار فتره الصيام المتقطع اللي انا عملتها على مدار سنتين، انا قطعت سكر وقطعت مكرونه وقطعت عيش، وما زلت قطع سكر حتى الان. تمام. فقطع المكرونه وقطع الايه، العيش، لكن ما قطعتش نشويات. باكلها في البطاطس، باكلها في الجزر، باكلها في الرز، في 3 معالق رز. بس الكميه يا جماعه، ما بتقطعوش حاجه، بس الكميات. يعني لو عندك طبق متقسم، البروتين كان بيبقى اكبر حاجه، باخد النسبه بتاعتي منه كانت 150 جرام تقريبا، انا كنت باخد ربع. ما انا ما اقدرش اكل الا ربع، انا اصلا في العادي ما باكلش بروتين. وكنت بقعد احمرها بسمنه بلدي ومش عارفه ايه، واحط فلفل اسود واشهيها كده عشان ايه، اعرف اكلها. فالبروتين والخضار والنشويات، خلاص انا الاكل بتاعي لازم يبقى متكامل. مفيش حاجه اسمها اقطع رز او اقطع نشويات، لا، في بس بنسبه، ما كترش. تمام تمام. طيب يبقى انا كده كان عندي 5 معتقدات في الدايت كانوا، او في الصيام المتقطع، كانوا مخوفيني جدا وفهماهم غلط. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وعايزه رايكم في الكومنتات، وعايزه اللي فاهم او عنده توجس من الصيام المتقطع في حاجه يقول لي في الكومنتات، عشان اقول له انا عديت بيها ولا لا، ويتفاداها ازاي. ولو عايزيني استمر في الفيديوهات، لو سمحتوا علقوا تعليقات يا جماعه، تعليقات. انا التعليقات هي همزه الوصل اللي بيني وبينكم، مش عشان حاجه. وبحبكم قوي 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 قوي، ومع السلامه.